السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو مال اليوم راح أعلمكم بالطريقة شلون تقدمون بها على الجواز الأمريكي. هاي الورقة تحتاجوها، هسه أقول لكم من تجيبوها. على العموم بالنسبة للجواز الأمريكي، ورا ما تاخذ الجنسية الأمريكية تقدر تقدم على الجواز الأمريكي. عندك طريقتين تقدم بيها، يا أما تاخذ هاي الأوراق موجودة بمكتب البريد أو موجودة بالمكتبة اللي قريبة عليكم بمنطقتكم. تقدر أي مكان تروح عليه تاخذ منه هاي الأوراق مجانية. تملي هاي الأوراق وتروح تسوي موعد، تحتاج تسوي موعد يا أما بالمكتبة يا أما بالبريد. أنا أشجع المكتبة طبعا أحسن، خاصة إذا كان عندك عائلة. تسوي الموعد مالتك وتروح تكمل الأوراق مالتك، يعني تسلم الأوراق وتقدم على الجواز. تنتظر تقريبا يطول من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع وتستلم الجواز. اكو شغلة احب يعني انوه عليها بالنسبة للاشخاص اللي عندهم عائلة. مثلا انت عندك اطفال، جيت من العراق او جيت من اي دولة ثانية وكان عندك اطفال اصلا مولودين، طبعا تحت سن 17 سنة، ذولا راح تقدم لهم هم مباشرة بعد ما انت راح تاخذ الجنسية. هم راح ياخذون الجنسية، راح يصيرون امريكان مباشرة. فمن تجي تقدم على الجوازات وتقدم لهم، آه انت راح تعطي النسخ الاصليه مال الجنسيه مالتك. بنفس الوقت الاطفال اذا كان بعدهم ما مستلمين النسخ الاصليه مال الجنسيه مالتهم، مجرد انه على النسخه مالتك تقدر تقدم لهم. راح يسموها باكج فاميلي، العائله كامله، مثلا الاب والام والاطفال اذا كان واحد او اثنين. مجرد تحتاج تسوي ترجمه شهادة الولادة، بيان الولادة مالتهم، العقد مال الزواج مال الأب والأم مترجم، الهويات مالتكم، الجرين كارد مال الأطفال اللي راح تقدم لهم. هذني كليتهن وياهن النسخ الأصلية طبعا مال شهادة الجنسية. هاي راح ترجع لك بالبريد بعد ما راح يدزوا لكم الجوازات، فتقدمها كليتها سوا. لا تخليهم يقولوا لك انه لازم انت تقدم بالبدايه وبعدين تقدم للجهه اللي ورا ما تستلمهم. لا، ماكو شيء، كليتكم سوا تقدموها، وهاي المعلومات انا متاكد من عندها 100%. خلي هسه اشوفكم شنو اللي موجود بهاي الاوراق. يلا، هذه الورقة اللي قلت لكم عليها، هاي تقدر تلقاها موجودة بمكتب البريد أو بالمكتبة تاخذها، اللي هي خاصة بالابليكيشن اللي خاص بالجواز الأمريكي. احنا نفتحها، خلي افتحها اشوفكم ايش موجود بيها. هاي كلها، هذا كلها تعليمات. احنا هاي الورقة اللي نحتاجها، هاي هنا، هاي الورقتين. هاي هنا شو يقول لك؟ يقول لك هنا الجواز الامريكي، اليو اس باسبورت بوك. اكو كتاب يعني مثل البوك هذا صغيرون الجواز العادي. اكو كارد، هذا الكارد اذا تقدر تستعمله اذا تسافر المكسيك، تسافر كندا، بين الولايات. بين الولايات اصلا ما تحتاج على الهوية تسافر، يا اما تريدهن اثنيناتهن. يا اما هنا الجواز اكو الستاندر العادي اللي بصفحات يعني قليلة العادية، واكو بي اللارج بوك اللي هو يضيفوا له بعد اذا عندك يعني مثلا سفرات اكثر، راح يصير باوراق اكثر على مكان تخلي بيه الختومات او الفيزا. سعر الجواز $130. اذا هذا واذا هذا هو اثنيناتهم نفس السعر، ماكو فرق بيناتهن. الكار سعره $30، يعني اذا تاخذهن اثنيناتهن راح يصير $160 يصيرن، اذا تاخذهن اثنيناتهن تختارهن، فحسب احتياجك. هنا أنا تكتب الاسم، هنا تكتب ال سوري، هنا الاسم الاخير يعني اسم العائله. هنا الفيرست نيم اسمك الاول، اذا كان عندك اسم ثاني، تاريخ الميلاد، الجنس مالتك تكتبه تسجله، مكان الولاده، يعني المدينه والدوله، سوشيال سيكوريتي نمبر مالتك تخليه، ايميل اذا كان عندك، اذا كان عندك رقم تليفون، العنوان مالتك مال سكن هو يعني رقم البيت، رقم الشارع، رقم الشقة، إذا كنت ساكن بشقة، المدينة اللي عايش بيها، الستيت اللي عايش بيها، الزب كود مالتها، والدولة. هذا القسم هذا ما عليك بيه، هذا هم هناك ياخذوا لك اياه صورة، تقدر تاخذها بالبريد او تاخذها بالمكتبة او تقدر تاخذها باي مكان اذا عندك الصور. هنا المعلومات الاضافية اللي هي ترجع تعيد بيها اسمك، التاريخ مال الولادة، اسم الوالد، تاريخ الولادة مالته، مكان الولادة مالته، اسم الأم نفس الحالة،
في حالة انه اذا كنت متزوج اسم الزوجة، التفاصيل مالتها، طولك ووزنك، ذني تاخذها من الهوية مال الستيت اي دي او مال السياقة. بقية التفاصيل هاي. هذا نفس الحالة، هذا القسم خاص بالموظف اللي راح يملي لك اياها. فهاي الورقة كلش سهلة تقدر تمليها، بس اني اللي اشوفه احسن انه تكتبها بالطابعة، يعني بالكمبيوتر تكتبها وبعدين تسحبها الاوراق، لانه ما راح يصير بيها غلط. يعني هي ولو هي هاي مجانية، تقدر تاخذ اكثر من نسخة من عندها، بس احتمال انه الموظف اللي راح يستلمها حرف ما يقرأ غلط او هيك شيء يعني يصير. فحتى لا يصير بالجواز مالك غلط، اني اشجع طريقة الحاسبة. خلي نروح على الحاسبة ونشوف شلون نسويها. طريقة الانترنت، نفتح جوجل، نكتب اليو اس باسبورت، نختار الموقع، نختار موقع الحكومة طبعا، اللي هو النهاية مالته تصير government GOF US passport application. US passport application، هذا US passport. need passport، apply in person. هنا يعني شارح لك التوضيحات. فاحنا نجي هنا على اول واحد، الفورمة اللي هي DS11، تختار هاي، تأشر هذا المربع submit. هنا تجي تختار اول واحد هذا submit، يفتح لك الابلكيشن. وهذا الفوق يجمع لك بيه، تجي هنا تملي المعلومات. اول شي احنا هنا نختار مثل ما قلنا ان نخلي الاسم الاول. هنا اذا عندك اسم ثاني، الاسم الاخير، تجي تملي المعلومات مالتك، كل هالمعلومات تخليها، بيها مكان انولدت، بيا دولة انولدت، السوشيال سيكوريتي نمبر مالتك هنا تخليه، تختار الجندر مالتك، الجنس مالتك، الطول والوزن دني تاخذهن من الهوية مالتك، عندك ستيت اي دي او اجازة مال سياقة، لون شعرك، لون عينك. هنا عندنا تشتغل موظف لو ما تشتغل، ووراها تروح على النيكست. الصفحة الثانية تخلي بيها العنوان مالتك، مكان السكن مالتك. هنا اول واحد انه عنوان مال يعني البيت، البناية اللي ساكن بيها. هنا ثاني واحد تخلي اذا كنت عايش بشقة، كنت عايش يعني كوندو، تخلي هنا المدينة اسمها، الدولة، الولاية، الزب كود مالتها، يعني الاربع ارقام. هاي بالنسبة للطفل اذا تقدم الطفل هنا. اذا العنوان مالتك كان مو دائمي، فانه تخلي العنوان اللي انت متواجد بيه. هنا أنا يقول لك الطريقة اللي نتصل بيها، تقدر تخليهم اثنيناتهم، تختارهم هيجي، بس مجرد تأشرها، تخلي ايميلك وتعيده مرة ثانية تحتاج تعيده، وتخلي رقم تليفونك وتروح على الثانية. هاي الصفحة اذا عندك ان سفرة قريبة تخلي بيها الموعد مالتك حتى يستعجلوا لك بالجواز. اذا ما عندك فتعوفها، يعني على يعني بس مجرد تعبرها تعطيها نيكست. هاي الصفحة يقول لك في حالة انه اكو امرجنسي، يعني نحتاج شخص تتصل بيه، بمن نتصل. فهنا تخلي اسم الشخص اللي تتصل بيه، اللي يتصلون بيه. هنا هاي الصفحة يسألك، يقول لك انه كان عندك باسبور سابقا لو لا، يعني يقصدون بيه باسبور امريكي اذا كان كار، او اذا كان باسبور عادي، او اثنيناتهن، او انه ما عندك كان. فانت تختار هذه انه كان ما عندك.
هنا هاي الصفحة اللي بيها المعلومات مال اسم والدك ووالدتك، اسم زوجتك اذا كان موجودة هم نضيفها، بس يمكن لا بالصفحة الثانية. هاي هنا بس اسم الوالد والوالدة. هاي الصفحة في حال انه كان عندك اسماء ثانية، يعني انت يصيح لك باسم ثاني او مسجل اسم ثاني، فهنا تكتب هذا الاسم. اذا ما عندك فتعطي نيكست. هاي الصفحة الاخيرة ورا ما يراجع لك المعلومات يطلع لك شنو نوع الجواز اللي تريده. تريد الباسبورت بوك سعره $130، اذا تريد كارد سعره $30، اذا تريدهم اثنيناتهم فراح يصير $160. هنا يعني المصروفات الإضافية اللي هي خاصة بالبريد أو المكتبة اللي راح يسجل بيها، يقول لك هم راح ياخذون $35. فأنت هنا تحدد شو تريد، الكتاب لو تريد اثنيناتهم تريد، فيعني شوف انت شو تختار. هذا السعر مالته. هنا ورا ما تختار السعر مال الكتاب يطلع لك هنا تريد يعني الفترة مستعجل عليها لو انه عادي ياخذون وقتهم، فياخذون وقتهم. انا ذاك اليوم يعني شخص سوينا الجواز مالته ما طول، تقريبا 27 يوم 25 يوم واستلمه، فالفترة سريعة. الطريقة اللي يدزولك اياها نفس الحالة، اذا مستعجل عليه راح ياخذون فلوس اكثر، اذا ما مستعجل عليه فانه ما راح تكلف. فهنا يطلع عندك المجموع كليته يصير $165. هنا يقول لك شلون تطبعها للمعاملة مالتك او شلون تسلمها. فانت تقدر انه هاي الاوراق مجرد تطبعها بالمكتبة، النسخة راح تكلفك 10 سنت. الاوراق هي نسختين فهاي 20 سنت، وتسوي موعد بالمكتبة او البريد حتى يكملوا لك الصور تدفع عليها $15 ويكملوا لك الجواز. ورا ما نطبع الاستماير احسن مكان تروحوا له، خاصة اذا انتوا عائلة وعندكم اطفال، تجون للمكتبة. ليش للمكتبة؟ لانه اذا كان عندكم وقت مال انتظار بين ما تطبعون الاوراق، بين ما ترتبون اموركم تتاكدون كل شيء كامل، الاطفال عندهم مكان هنا. المكاتب بصورة عامة بيها مكان يلعبون بيه. هسه اشوفكم وياه كتب موجودة يلتهون بيها، العاب اكو، يعني اذا السوالف هيجي شلون مكعبات وسوالف شغلات. يوسف ملتهي دا يسوي ذني الشغلات مالاته. عافية. زين. ويعني هواية شغلات دعافيسة هنا يقدرون، حتى شغلات اكو مثل مثلا حاسبات يقدرون همين يستعملوها. حاسبات هاي يعني مخصصة للأطفال يقدرون يستعملوها، وهكذا يعني. فأنا أنصح إنه يعني مثل ما يقول لك نصيحة، أحسن ما تروح للبريد. بريد المكتب مال البريد ما بيه ذاك المكان الكبير اللي يقعدون يلتهون به الأطفال، واحتمال يضوجون الوقت يطول بين ما تخلص المعاملة مالتك، المعاملة مال زوجتك، مال إذا عندك أكثر من طفل تسويها. فحتى الوقت لا يصير ممل بالنسبة للطفل وما يزعجكم، مكتبة أحسن مكان، مواعيد موجودة بيها. شغلة ثانية انه الجواز لازم تدفع تشيك، يعني تجيب وياك يا اما تسوي صكوك وتجيبها وياك، يا اما انه تجيب الدفتر مال صكوك حتى هنا تسوي تملي مثل ما هم يوجهوك. احسن طريقة، يعني هذا رأيي صراحة يعني. بنفس الوقت الصور اني يعني انه اشجع انه تاخذوها بالمكتبة. نفس الشيء الصورتين هي تكلف $15 بغير مكان تكلف اكثر. يعني اذا تروحون الوالجرين او والمارت تطبعها وهيك شيء، هنا ياخذوا لك الصورة حتى يتاكدون انه كل شيء كامل. وهاي المعلومات بصورة عامة عن الجواز، شلون تسووا، شلون تملون المعلومات. واتمنى الجميع يستفاد من هذا الفيديو، واشوفكم بالفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.